في ليلة كان ممكن يتحسم فيها حاجات كتيرة، الدوري المصري بيأجل جولة الحسم للجولة الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة الثلاث مباريات اللي كانوا ممكن يحسموا أمور كتير في الدوري، الأهلي بيفوز على إنبي 3-0، والزمالك بيكسب سموحة 1-0، وبيراميدز بيتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1. طبعا تقول لي ليه الثلاث مباريات دول مثلا كانوا ممكن يحسموا حاجات كتير في الدوري؟ أقول لك ببساطة كده، لأن النهارده لو كان بيراميدز كسب لا قدر الله كان ضيع على الأهلي المنافسة على الدوري، ولو كان الاهلي لا قدر الله خسر او طلع باي نتيجه سلبيه غير الفوز كان هيضيع على نفسه كل حاجه، انه يشارك في افريقيا وان هو يكسب دوري. هو سيناريو واحد للاهلي، سيناريو واحد لا بديل عنه، ان هو يكسب الدوري. فالسيناريو ان انت لازم الماتش الجاي قدام المصري انك تكسب المصري لا محاله. الناحيه الثانيه بيراميدز يتعادل او يخسر من سموحه، قصاد ان الزمالك قدام سيراميكا لازم يخسر، مفيش اي نتيجه تانية هتغني عن كده. فالجوله الاخيره بقى هي اللي هتحسم مين هيكسب الدوري ومين هيروح دوري ابطال افريقيا ومين هيلعب كونفدراليه. وهنشوف في الجوله الاخيره بقى الموسم الغريب ده هيتحسم ازاي. طبعا لسه الكل عنده امل في المنافسه على كل حاجه. لسه الاهلي رغم الفرصه البسيطه جدا والنسبه القليله جدا، وهو يمكن اقلهم في نسب الفوز بالدوري، بس لسه الاهلي عنده فرصه وعنده نسبه حتى لو ضئيله. بيراميدز طبعا لازم يكسب لا بديل عن الفوز عشان يقدر مثلا ينافس او يفضل مثلا في مركز يأهله دوري ابطال. الزمالك لا بديل له عن الفوز او التعادل، اي نتيجه غير كده الزمالك هيستنى بقى نتائج الماتشات التانية، وساعتها لو بيراميدز كسب او لو الاهلي كسب وبيراميدز وقع، الاهلي هيبقى بطل الدوري. حسبة بيرما كده يعني دي الدوري دخل فيها، بس يعني دي يعني لحد ما عرفت دي اول مرة تبقى الدوري في لحد اخر جوله في ثلاث فرق هم اللي بينافسوا عليه. ونبدا بقى بالمباريات ونروح لمباراه سموحه والزمالك. والزمالك بيقدر يحقق فوز غالي جدا على سموحه في اسكندريه بهدف لعلي الدباغ واسيست البزيره. والناحيه الثانيه سيراميكا بيتعادل مع بيراميدز 1-1 بهدف لمحمد رضا بوبو سجله في الدقيقه 30، وبعدها بست دقايق على طول ناصر ماهر بيسجل هدف التعادل. ما عنديش كلام كتير اتقال صراحه على الماتشين، الواحد ما اتفرجتش عليهم، كنت قاعد بتفرج طبعا على ماتش الاهلي. اما بقى اللقاء الاخير فالنادي الاهلي بيفوز على انبي 3-0، ودي يعني حاجه استكمال بقى للاداء بتاع ماتش الزمالك، الاداء الجيد. وطبعا حته الاصابات دي بقى هنجيلها. طبعا النهارده خرج مصاب طبعا حسين الشحات، الشوط الثاني كان ماسك كتفه. خرج بيكهام في اول المباراه، وطلع ورام في اخر المباراه امام عاشور اللي اتصاب وعنده يعني بيقولوا عنده حاجه في رجله، فطبعا عنده كدمه وهيلجا للاشعه بكره ان شاء الله، ان شاء الله سليمه. دي حته الاصابات دي برضه اللي بدات ترجع بقوه الفتره الاخيره. لكن بشكل عام الاهلي بيقدر يعني يثبت على الاداء اللي كان عليه الماتش اللي فات قدام في ماتش الزمالك. مش نفس المستوى، المستوى نزل شويه بس لسه عرف تحافظ. في برضه اخطاء، يعني مش عشان احنا كسبنا النهارده يبقى مفيش اخطاء، لا، دايما اتكلم على اخطائك. طالما في اخطاء حتى لو انت كسبان اتكلم على اخطائك، اتكلم على الحاجات اللي انت تصلحها في الماتشات الجايه، بدل ما تلاقي نفسك بتعمل بقى تمدح وتمجد بقى في الفوز والمكسب وسايب الثغرات اللي انت شفتها في الماتش، ودي حاجه بتوقع فرق كبيره. فالنهارده النادي الاهلي بيقدر يعني بمجهودات كده يعني شبه فرديه ان هو يحسم البتاع. شفنا طبعا الجون الاول بقى باص من زيزو، خد حسين الشحات والراجل دخل وعمل بقى مشوار، عمل بقى مجهود حلو وحط الكرة في سقف الشبكة. بعدها بمجهود برضه من حسين الشحات الراجل بيخش وبياخد ضربة جزاء يخش يسجلها زيزو. بعدها في الشوط التاني باص من إمام عاشور لبن شرقي اللي بيسجل التالت. كنتيجة تمام وكل حاجة، بس كأداء حاسس إن الأداء وقع شوية، الأداء متراجع شوية، مش ده الأداء بتاع ماتش الزمالك، مش دي نفس الروح، مش دي نفس الحمية. النهارده طبعا لازم كل مره نتكلم على جمهور النادي الاهلي، الجمهور اللي بيروح وبيشجع وبيهتف ورا اللعيبه وبيدعم لحد اخر لحظه وبيدعم لحد اخر ثانيه. ودي حاجه يعني تشكر عليها الجمهور. في كل ما تتكلم عن النادي الاهلي لازم تشكر جمهوره، الجمهور اللي بيروح ودايما بيشجع ودايما مأزر الفرقه. فيعني شكرا لجمهور النادي الاهلي اللي لحد دلوقتي لسه ورا الفرقه، وده الطبيعي وده المعتاد بتاعنا. فلا انت النهارده برضو عندك عيوب، اهم عيب حته الاصابات. وحاسس ان في حاجه بدات الاصابات برضه الفتره الاخيره بدات تكتر. شفنا النهارده في اول الماتش بيكهام بيتصاب وبيقع وبيخرج وبينزل مكانه هاني. شفنا حسين الشحات بيتبدل بين الشوطين وبينزل مكانه اليو ديانج. شفنا في الشوط التاني في اخره امام عاشور بيقع وبيتصاب. فحته الاصابات دي لا انا محتاج اشتغل عليها شويه،
طبعا بما ان كده كده الجهاز الفني يعني ماشي، فانا محتاج برضو من الحاجات اللي انا ابدا يعني اكلم فيها الجهاز الفني الجديد اللي هيجي، اشوف طاقم طبي يشتغل على اللعيبه دي ويشوف الاصابات دي ايه دورها، يعني في حاجه غلط. النهارده شفنا الشحات اتصاب من غير اي حاجه، في حاجه حصلت جاله شد او كان ماسك كتفه. فيعني في حاجه غلط في حته اللعيبه وحته الاصابات. برضه شفنا بيكهام، الراجل برضه زي ما بتقول جاله شد وقام واقع. فمش عارف اللعيبه بقالها فتره مريحه، فموجود ان هي راجعه، المفروض ان هي راجعه يعني بطاقه عاليه تلعب ماتشات. وبرضه الاهلي بيلعب كل اربع ايام ماتش، فيعني مش المجهود اللي هو يعني الضغط الجامد، وبنلعب بطوله واحده كمان اللي هي الدوري. محتاج تشتغل شويه على حته الطاقم الطبي دي وحته الاصابات اللي دايما متكرره مع النادي الاهلي ومع لاعيبته. فدي حاجه انا لا محتاج ابص لها شويه، بس احسن من كده. اما من حته الاداء، في حته ان انا اسمها إيه يعني، لسه مثلا حمية ماتش الزمالك اللعيبه داخله بيها وداخله بالثقه بتاعتها، وفي سنه غرور، كل لاعب بيتقل على الكوره جامد، بيمسك الكوره جامد، عايز يعدي. شفنا النهارده الكوره اللي جه منها الجون بتاع الكهرباء، كان من الاول اصلا الكوره كانت مع طاهر تشتيته، الراجل بدل ما يشتت دخل في وسط الزحمه، وسط اتنين كان عايز يعدي، الكوره اتقطعت منه، هوب 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 الكوره خلصت في الاخر الجون بس اتلغى اوف سايد. فاللعيبه يعني تحس ان هم بعد ماتش الزمالك والمدح اللي الجمهور مدحه والناس اللي طلعت اتكلمت والتحفيل وكل الكلام ده، اللعيبه خدت ثقه زياده، اتغرت زياده. فدي حته يعني مش حلوه خالص، حته انها اتغر. انا برضو لسه لازم أنا ابقى عارف ان انا لحد دلوقتي لسه مش كسبان اي حاجه، لسه الموسم بتاعي شكله سيء. حتى لو كسبت الدوري فبرضه هيبقى انا شكلي مش احسن حاجه، شكلي يبقى برضه يبقى كويس ان انت عرفت تكسب الدوري بعد كل المشاكل دي، بس انت هتبقى كسبت الدوري بعيوب الفرق التانية مش بمجهودك. شوف انت رغم كل الظروف اللي انت بتمر بيها ورغم كل الازمات دي، انت الفرق بينك وبين الفرق دي 3 نقط، وفي فرق يعني بينك وبين بيراميدز كمان نقطة. فانت يعني المسافات بينكم قريبة جدا، فالفرق المنافسة ضايعة، مفيش اصلا منافسة. فانت لو انت شايل حيلك شويه، انت كان زمانك مثلا سابق الفرق دي مثلا بخمس ست سبع نقط على الاقل لو بمستواك الطبيعي، لان احنا شايفين ان انت وسط كل الحاله دي انت يعتبر انت احسن الوحشين بمستواك اللي هو السيء اصلا. دلوقتي انت فرق عندنا نقطتين وعند 3 نقط، فيعني المفروض انت في حالتك ده اصلا هم كانوا المفروض يبقى سابقينك بمراحل. فدي حاجه تبين لك ان المنافسه اصلا معدومه، هم كمان واقعين. والزمالك عنده نهائي كونفدرالية أكيد هيبقى بص عليه وهيبقى مريح له ناس. والناحية التانية بيراميدز عنده نهائي كاس، أنت الوحيد اللي داخل يعتبر زي ما بيقولوا كده مقطع بطاقته، مش فارقة معاه حاجة. محتاج البطولة عشان ترجع الثقة شوية للجمهور، اللي على ما أعتقد حتى برضه بطولة الدوري دي مش هترضيه مع الأداء اللي هو شافه مع المشاكل اللي حصل على مدار الموسم كله. لسه انا حته اللعيبه وحته شكل اللعيبه وحته التناكر والغرور بتاعت اللعيبه لسه موجوده. لسه انا لما بلعب ماتش حلو، الماتش اللي بعديه بيحصل لي حاجه، لازم ما اعرفش اكمل التورتيه لحد اخرها، لازم العب ماتش عدل، الماتش اللي بعديه ابدا بقى ايه خلاص لا، اتقل على الكوره شويه، ابقى عايز ارقص، عايز استعرض، عايز مش عارف ايه. فدي حته برضو لسه اللعبه مفكره فيها ولسه في دماغ اللعيبه، احنا اتظلمنا، احنا مش عارف ايه الكلام ده وكله. لا، احنا محدش اتظلم، دايما الجمهور في ظهر اللعيبه في الحلو وفي الوحش. بس اللي حصل الموسم ده كتير قوي على الجمهور، وسط كل المشاكل وسط الاداء كمان اللي انا شفته من اول الموسم. لا انت لسه شكلك مش حلو. النهارده في المباراه كان ممكن الماتش يتقلب عليك اكتر من مره، دول ستر ربنا لولا التسلل ومش عارف ايه والكلام، ضربه الجزاء اللي اتلغت. فيعني طبعا الحاجات اللي اتلغت كلها صحيحه ما فيهاش اي شك، وضربه جزاء اهي ضربه جزاء، مش الحاجات دي مش هنتكلم فيها لان الحاجات دي كلها واضحه، والحاجات دي كلها يعني ايه ما فيهاش جدل قوي ان احنا بقى نقول لا دي ضربه جزاء او ده فيها ده مش عارف ايه. لا الكلام كله ايه يعني خلصان. لكن انت النهارده كان الماتش ممكن يتقلب عليك في ثانيه في اكتر من كوره. فانت لا محتاج كده خلاص، هو مبقاش فاضل غير ماتش محتاج ان انت تكسبه، وهتستنى بقى نتائج الماتشات الجايه والمباريات اللي هتلعب معاك في نفس التوقيت. فانت محتاج لا تخلي الماتش ده قدامك شويه، تحتاج برضو تشتغل على اللعيبه شويه، ان انا لا مش حابب استعرض في حته ان انا بقى ايه بلعب ماتش يعني حسين الشحات بقى يعني طبعا ان شاء الله تبقى بسيطه يعني. فالراجل
هو باين ماضي الحته دي بتاعت اللي انا بلعب ماتش. طبعا بالمناسبه حسين الشحات طبعا هو راجل المباراه ماتش النهارده. نفس الكلام حصل ماتش الزمالك الاولاني لما الراجل نزل وقلب الماتش وهوب جاب جونين، وهو جاب جون وصنع جون، والراجل خد راجل المباراه. الماتش اللي بعديه نزل شاط فاول اتصاب. النهارده نفس الكلام، في ماتش الزمالك كان عامل ماتش حلو والراجل سجل وهوب مش عارف ايه، جه الماتش دون خد راجل المباراه وطلع مصاب. فدي يعني ان شاء الله طبعا بسيطه، وان شاء الله يرجع حسين الشحات واحد من العناصر المهمه جدا في الفرقه، والراجل اللي دايما بينزل وبيظهر وبيثبت ان هو لا، في دايما جبهته فيها خطوره، دايما بيقدم خطوره وبيحب النادي واحنا عارفين. فحسين الشحات واحد من العناصر الاساسيه اللي لو في حد يعني هيقعد من الناس دي فهو يبقى اولهم حسين الشحات. حتى الراجل مثلا لو هيبقى بديل، ما انا مش شايف حد يعني مثلا يلعب على حسين. لو في حد هيبقى، لو حسين هيبقى بديل فهو انسب بديل مثلا يقعد، او انسب واحد من الناس اللي من القائمه الموجوده يقعد. في ناس كتير ما يعني تستحق انها تمشي. شايف ان برضه مفيش حد بيقدم الاداء الواو اللي هو يعني يقعد عليه. حتى بن شرقي برضه يعني لولا النهارده الجون كان مستواه مش احسن حاجه. فانت يعني لسه قدامك فرصه، لسه قدامك فرصه. اه فرصه معدومه، فرصه يعني معتمد فيها بنسبه كبيره جدا على مثلا نتائج الفرق التانية. بس لسه الفرصه موجوده لسه. يعني حتى لو مش الدوري لسه قدامك فرصه انك تشارك في افريقيا. ودي ما فيهاش غير حل واحد، ان بيراميدز يتعادل. ده اول حاجه، بيراميدز يتعادل. فانا كده ضمنت مكسبي هيوديني دوري ابطال. ماتش الزمالك لو خسر مع تعادل بيراميدز فانت رسميا بطل الدوري. ودي احنا بنتمناها، يعني ان باذن الله يعني الظروف تخدمك، وان احنا نكسب دوري مش عشان اللعيبه، عشان الجمهور. لان يعني بمستوى اللعيبه ده، اللعيبه دي ما تستاهلش انها تكسب اي بطوله. ودي كلمه حق، سيبك بقى ان انا اهلاوي ومش اهلاوي، كلمه حق بالمستوى اللي احنا شفناه ده وبالاداء اللي حصل. اللعيبه دي ما تستحقش انها تكسب اي بطوله ولا انها تشارك في بطوله، بس عشان خاطر الجمهور اللي موجود لحد اخر لحظه ولحد اخر نفس مع الفرقه وبيشجع وبيدعم. فكل الشكر تاني لجمهور النادي الاهلي اللي دايما موجود ودايما حاضر. ولسه الدوري في الملعب، لسه في ان شاء الله 1% امل فرصه الفوز بالدوري. ماتش واحد، الجوله الاخيره، جوله هتحسم كل حاجه وهتظهر كل حاجه. بيراميدز عنده سموحه، الزمالك عنده سيراميكا، النادي الاهلي عنده النادي المصري. ماتش مش هيبقى سهل خالص، ماتش هيبقى معقرب. انت محتاج الماتش ده هدوء اللعيبه، نزل بثقه الماتشين انت كسبتهم بمستواك، العب كوره. مش لازم الكوره تطول في رجلي، مش لازم ابين الناس ان انا اجمد واحد في الكوكب. احنا عارفين ان انتوا جامدين وان انتوا عندكم امكانيات، بس يا ريت الامكانيات دي انا بوفر طاقتي وبوفر امكانياتي ان انا افيد بيها الفرقه، مش ان انا استعرض بيها قدام الناس. فكل التوفيق وكل الدعم للنادي الاهلي وكل الشكر لجمهور النادي الاهلي تاني. فلو عجبتك بقى الحلقه، ويا رب ما كنتش طولت يعني، ورب تكون عجبتكم الحلقه، فاعمل بقى لايك واعمل اشتراك وسلام.